من شويه وانا بفرز الضرفه بتاعه المشروبات لقيت ده موجود فيها الشاي اللي هو بتاع احمد تي اللي بالفانيليا. كنت جايباه من زمان جدا مع اطعام تانية، جربت كل الاطعام التانية وده مركون بقاله كتير بس لسه صلاحيته شغاله يعني، وما جربتش الطعم ده خالص. وانا صوتي رايح زي ما انتم شايفين كده بسبب دور البرد، يعني كان رايح تماما بقى، لسه بدأ يطلع الحمد لله النهارده. فكنت محتاجه جدا جدا ان انا اشرب حاجه سخنه، فقلت خلاص بقى فرصه، هو ده ايه اللي انا هشربه. انا ماليش في الشاي قوي، بس الشاي اللي بالنكهات الى حد ما بيبقى كويس. معرفش اللي بالفانيليا ده بقى هيبقى طعمه عامل ازاي ولا وضعه ايه، فقلت خلاص ايه اجربه معاكم. فجبت مج كده وحطيت فيه معلقه سكر وغليت الميه، وهحط بقى عليه دلوقتي الميه كده وادوقه معاكم واقول لكم بقى رايي فيه وطعمه عامل ازاي، لان انا ما جربتش اللي بالفانيليا ده ولا من احمد تي ولا من اي براند تاني. فهنشوف بقى دلوقتي كده مع بعض طعمه هيكون عامل ازاي. هحط بقى كده هنا الباكت اهو، حطيته هسيبه كده شويه اقلب السكر. انا حطيت معلقه سكر واحده بس علشان انا مش بحب الحاجه مسكره قوي، ومش عارفه هل هيحتاج تاني ولا لا. دلوقتي لما ادوقه بقى ايه هعرف كده هيبان. بس عايزه اقول لكم ان هو ريحته حلوه قوي، يعني ليه ريحه كده غير الشاي الساده العادي. في ريحه فانيليا بس من بعيد شويه، بس اول لما حطيت الميه كده حسيت ان الريحه وصلت لي. في ريحه فانيليا شويه. هستناه يعني يبرد سيكه كده، حاجه بسيطه قوي عشان اقدر ان انا ايه استطعمه، لانه لو سخن قوي مش هقدر يعني اقرر بالظبط الطعم عامل ازاي، هيبقى صعب عليا. فهستناه يبرد حاجه بسيطه خالص خالص وابتدي ان انا ادوق معاكم. خلاص برد شويه، هسمي الله بقى ايه وادوق واقول لكم رايي. بسم الله الرحمن الرحيم. هدوق مره كمان. هو سبحان الله الريحه باينه فيها فانيليا شويه، لكن الطعم مش باين فيه اي حاجه. طعم شاي عادي خالص، ولا كأن فيه اي فليفر نهائي نهائي. مش عارفه طب ايه الفرق بينه وبين الشاي العادي لما هو الفليفر مش باين. لا مش هقول ان هو ضعيف، لا هو مش باين، مش باين خالص. طب هو يعني الواحد ممكن مثلا لما يحب يشرب شاي بفليفر يحط هو الفليفر، يعني ممكن مثلا اعمل شاي بقرفه، يعني اعمل الشاي واحط فيه قرفه مثلا. ممكن مثلا اعمل انا شاي بفانيليا، اعمل الشاي واحط فيه فانيليا. فهل في حاجه اسمها كده، او هل في فليفر بيتباع لوحده ممكن انا اضيفه على الشاي اللي هو الاسود العادي ده عشان يديني طعم؟ لان انا مش بحب طعم الشاي العادي، انا بحب الحاجه يكون فيها نكهه غير النعناع والقرنفل، لان انا بحب طعم الحاجات اللي هي الغريبه شويه، اللي هي تكون مسكره شويه، مش مسكره سكر، لا يعني فيها ايه فروتي كده. فاهمين قصدي ازاي؟ فمش عارفه هل ممكن اعمل حاجه زي كده تغنيني على ان انا اشتري شاي باطعام، ولا هل في براند تاني يكون فيه شاي باطعام غير احمد تي وتكون النكهات بتاعته باينه؟ فلو عندكم اي جواب لكل الاسئله اللي انا سالتها دي يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات.